بصوا، لو أي حد فاتح الشرح ده دلوقتي وهو تحت ضغط الامتحانات، أو حاسس إن اللي فاته كتير جدا، أو كل ما يمسك كتاب يحس إن دماغه بتقف ومش قادر يكمل، اسمعوني للآخر. الإحساس بالضغط العالي والخوف من النتيجة، وتخيل إننا لازم نلحق كل حاجة بسرعة في الوقت اللي بنشوف فيه ناس تانية على السوشيال ميديا مخلصة ومراجعة وعاملة جداول مثالية، ده حمل تقيل جدا بيخلينا نسأل سؤال واحد: هو إحنا الوحيدين اللي لسه مش منظمين؟ الإجابة ببساطة لا خالص، في ناس كتير حاسة بنفس الإحساس بس مش بتبين، وعلشان كده إحنا هنا النهاردة. الجملة دي مهمة جدا. إحنا مش متأخرين، إحنا بس تحت ضغط كبير. كتير مننا بيحس بالشلل التام أول ما يفتح الكتاب ويبص على كمية الورق. الإحساس ده على فكرة مش علامة على الفشل خالص، ولا معناه إن قدراتنا ضعيفة. ده مجرد رد فعل طبيعي جدا من الجسم والعقل للضغط النفسي الشديد وللتوقعات العالية اللي محطوطة علينا في الفترة دي. ولما نرجع للدراسات الأكاديمية عن الضغوط النفسية هنلاقي إن الأعراض دي كلها أصلاً مثبوتة علمياً. الرغبة المستمرة في الهروب من الكتب أو الغياب عن المدرسة والدروس والإرهاق الذهني الشديد، دي كلها ردود أفعال مدروسة. يعني العقل لما بيحس بتوقعات ومسؤوليات أكبر من طاقته بيفصل تماماً كنوع من الحماية لنفسه. طيب إيه هو الفخ الحقيقي اللي بنقع فيه؟ المشكلة الأساسية في فترة المراجعة مش صعوبة المواد، قد ما هي التراكم والتشتت والتفكير الزايد والشلل من كتر التفكير. بنقع في دوامة من الأسئلة: أبدأ منين؟ هل هلحق؟ أعمل خطة ولا خلاص فات الأوان؟ والنتيجة يوم بيعدي من غير أي إنجاز حقيقي بسبب التفكير ده وبسبب المقارنات اللي ملهاش نهاية. خلونا نغير الصورة دي ونقارن بين عقليتين. في عقلية بتقول أنا لازم أخلص المنهج كله النهاردة وبشكل مثالي وأذاكر 10 ساعات متواصلة. ده تفكير سام جدا وبيجيب إحباط فوري لأنه مستحيل. العقلية التانية بقى صحية وواقعية: أنا محتاج بس أفهم خطوة خطوة وأذاكر لمدة ساعة واحدة بتركيز. مش مطلوب مننا نكون كاملين، مطلوب مننا نكون ثابتين. تغيير العقلية دي هو أول خطوة لكسر حاجز الشلل. وعشان نحول الكلام ده لفعل، دي خطة بداية بسيطة جدا ومباشرة. خطوة رقم 1: نختار مادة واحدة بس ودرس واحد، بلاش تشتيت. خطوة رقم 2: نظبط تايمر على 25 أو 30 دقيقة بالظبط. خطوة رقم 3 ودي الأهم: نقفل الموبايل تماما ونبعده عننا. بلاش نستنى المزاج أو الوقت المثالي لأنهم مش بيجوا في فترة الضغط. الثلاث خطوات دول كافيين جدا إنهم يعملوا تقدم حقيقي النهاردة. ورقم 25 ده مش مجرد رقم عشوائي، ده أساس واحدة من أقوى تقنيات إدارة الوقت اللي المصادر اتكلمت عنها بوضوح، واسمها تقنية بومودورو. التقنية دي بتعتبر حرفياً السلاح السري والفعال جداً ضد المماطلة وتأجيل المذاكرة والإرهاق الذهني السريع. الفكرة بتشتغل كده: 25 دقيقة من التركيز العميق جدا في المذاكرة، مفيش أي مشتتات، وبعدها 5 دقايق راحة. بس خدوا بالكم، الراحة دي مش معناها نمسك الموبايل وندخل في دوامة السوشيال ميديا، لا، الراحة دي عشان نقوم نتحرك، نشرب مية، نفصل شوية. الطريقة دي علميا بتحافظ على نشاط الدماغ وقدرته العالية على الاستيعاب من غير ما نوصل لمرحلة الاحتراق، وبتجهزنا للدورة اللي بعدها بمنتهى النشاط. وخلال جلسات التركيز دي السر كله في تكتيكات التعلم النشط. بلاش القراية السطحية اللي بتتنسي، الأفضل نستخدم أدوات زي الخرائط الذهنية عشان نربط الأفكار ببعض، والملاحظات الملونة عشان نميز المعلومات المهمة، والفلاش كاردز عشان نختبر الذاكرة. حتى لو فهمنا 20% بس في البداية، ده إنجاز وتقدم حقيقي. الهدف هو الفهم العميق خطوة خطوة بدل الحفظ بدون تركيز. طيب لو في تراكم كبير في المنهج، هنا بتيجي استراتيجية الدكتورة هند. بدل ما نغرق في الدروس القديمة ونحس باليأس والضياع، الاستراتيجية الأذكى إننا نذاكر الجديد أول بأول، هو لسه فريش في دماغنا، عشان نفهمه أسرع. وبعدين بذكاء نخصص جزء من الوقت الباقي عشان نراجع القديم حتة بحتة. الحل مش في الندم على اللي فات أبداً، الحل في أول خطوة. وفي مفاجأة استراتيجية مهمة جدا طلعت من مراجعتنا لتوجيهات مادة تقيلة زي الكيمياء. الخبراء بيأكدوا إن 60% على الأقل من أسئلة امتحان آخر السنة بتيجي مطابقة أو مشابهة جدا لأفكار النماذج الاسترشادية الرسمية بتاعت الوزارة. متخيلين الرقم؟ ده معناه إن في جزء كبير من الامتحان إحنا نقدر نعرف اتجاهه ونضمنه من دلوقتي. وده بياخدنا لاستراتيجية بنسميها استراتيجية ليلة الامتحان. المذاكرة بذكاء دايما بتكسب. بناء على كلام أساتذة المواد، الخطة هي إننا نركز على حل النماذج الرسمية ونحلل الأفكار اللي بتتكرر كتير، والأهم بقى نكتب كل الملاحظات دي في كشكول مخصص نسميه كشكول ليلة الامتحان. دي الخلاصة اللي بتوفر وقت ومجهود خرافي في المراجعة النهائية. ولو في أي حد لسه حاسس إن الوقت فات ومفيش أمل، الرقم ده هيرد عليه: 98.5%. دي قصة نجاح حقيقية لطالب بدأ متأخر جدا، تقريبا في نص شهر 2، ورغم البداية المتأخرة دي قدر يركز ويوصل للمجموع الاستثنائي ده. ده إثبات إن الوقت دايما بيكون كافي لو اتصرفنا فيه بذكاء والتزمنا وبدأنا فورا من غير تأجيل. عشان كده بلاش نقارن نفسنا بحد.
القاعدة الذهبية هنا بتقول المقارنة الوحيدة الصح والمقبولة هي إحنا النهاردة مقارنة بإحنا امبارح. اللي بدأ بدري غير اللي بدأ متأخر، واللي منظم غير اللي تحت ضغط. كل واحد ليه ظروفه. مقارنة نفسنا بأي حد تاني هي تضييع وقت وطاقة. لو عملنا أي حاجة بسيطة النهاردة أحسن من امبارح، إحنا كده كسبانين. وأحسن خلاصة ممكن نقفل بيها هي إن النجاح في الامتحانات مش قفزة واحدة ضخمة، ده تراكم صغير يوم ورا يوم. اللي بيفرق في الامتحانات مش العبقري، اللي بيفرق هو اللي بيكمل حتى وهو مش في أحسن حالاته. أي خطوة بسيطة بتتعمل النهاردة هي انتصار كبير وخطوة بتطمنا وتقربنا للهدف. ودلوقتي السؤال الأهم، إيه المادة اللي هنبدأ بيها النهاردة؟ ده وقت التنفيذ الحقيقي، لأن أي خطة من غير تنفيذ وتطبيق ملهاش أي لازمة. ممكن نكون متوترين أو حاسين إننا متأخرين، بس دي مش النهاية أبداً. بداية صغيرة النهاردة ممكن تغير شكل الأسابيع اللي جاية كلها. يلا نقفل الشرح ده ونفتح الكتاب ونظبط التايمر. بالتوفيق لكل اللي هيبدأ دلوقتي.